السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا مع بعض النهاردة هنقفل البنطلون الجيبة. طبعا هنمسك البنطلون وهمسك من الأول الحجر. يعني أنا حطيت البنطلون زي ما قلت لكم في القص، همسك الفردة الأولانية، همسك من أول فوق وهخيط الحجر. هخيط الحاجة. طبعا انا كنت مركبة دبابيس، فدلوقتي بدأت اشيل الدبابيس واحدة واحدة، وهبدأ اعدل واخيط على طول. اخد الحجر الاولاني وبعد شوية هاخد الحجر التاني. ده الحجر على كده. ده الحجر. ده الحجر. واحنا قلنا الحجر هيبقى غير مطرح الاستك اللي هو هيبقى 35، والاستك 8، وفي الاتنين فوق اللي هي قصة البطن اللي هي الأمامية، لأن الأمامية تبقى أصغر من الخلفية. الأمامية يبقى أصغر من الخلفية، فعاملة 4 سنتي و8 سنتي للأستك، وبعد كده 35 حردة حردة الحجر. الخلف غير الأمام. الخلف بيبقى أكبر شوية. الخلف أكبر شوية. هخيط الحجر الأمامي والحجر الخلفي ادينا مع بعض. بس يا ريت كده اللي داخل على القناة أول مرة يا ريت يدوس على زرار الجرس عشان يوصل له كل فيديوهاتي، ومينساش كده لايك حلو كده منها، وعايزة كده كومنت مشجع كده. انا بعمل الحجر التاني. الحجر التاني. ده الحجر التاني للبنطلون اهي. طبعا وانا كل ما بعمل حاجة بشد الخيط لبره شوية عشان ما يفلتش مني الخيط من الإبرة، واقعد الضم واتعب. حاولي تشدي فيها شوية وتقصي بالمقص، وانتي وشغالة تنضفي على طول. تشيلي الخيوط الزيادة وانت شغالة أول بأول. طبعا دلوقتي أنا سرفلت. هعمل عايزة أدوس على البنطلون من بره. هعمل طبعا هدوس من بداية البطن من فوق لغاية الحجر، بس في الأمام. في الأمام. لكن لما أدوس التانية هدوس من الحجر للبطن. هعمل العكس، خدي بالك كده. يعني أنا كده بدوس يعني زي طريقة البنطلون الجينز لما تدوسي عليه تاني بعد السرفلة. فاهمان انت؟ يعني بعد السرفلة انت بتدوسي خارجية، تدوسي داسي اهي. شايفين؟ بدوس اهي، بوريكي بقولك هنا بدوس تاني. دي من فوق من عند حردة البطن، من عند الاستك. لكن التانية هعمل العكس، هعمل من عند الحجر. يعني هعمل من عند الحجر علشان الدوسة تبقى متساويين زي بعض. لو هي ان هي بنطلون خروج وماشي حرير، انا كنت وريتهولك في خيط لون تاني فاتح عشان تشوفيه. بس دي بتاع واحدة صاحبته، يعني ما ينفعش ان احنا نحط اي لون تاني. ربنا يقدرني ان شاء الله واوريها لك في مرة في خيط تاني، يعني او في قماشة بخيط تاني. يعني لو كانت سودة بلون بني، او لو كانت بيضة اعملها لك بلون اسود. شوفين؟ لاحظين انا كده دي دوست لغاية الحجر. شايفين اهو؟ شايفين الحجر اهو؟ الحجر. هحط البنطلون التاني فين بقى؟ العكس. انا هناك بدأت بالبطن، ده هبدأ بالحجر. ده هبدأ بالحجر اهو. شايفين؟ بقول لكم انا بدأت بالبطن. هنا شوفي بقى، هنا من الحجر، عشان التانية البنطلون اللي هي التانية اللي انا عاملاها وبدوس عليها تبقى زي التانية بالظبط، ما تبقاش الاتنين عكس بعضيها، عشان لما تيجي تقفلي الحجر يبقى تقفيلة الحجر مساوية لبعضيها، الميلة واحدة. فاهماني؟ اللي فاهماني تقول لي انا فاهماك. فاهماني؟ ولازم المسطرة بتاعة الدواسة تبقى ماشية على الخط، ما تروحيش كده ولا كده اهي. شايفين؟ طبعا ما تجريش الفيديو لان فيها تكات كتير حلوة، واستني هتشوف فيها كتير. بس طبعا يا ريت كل واحدة تقول لي هي بتحب البنطلون بتاعها او السروال باستك حوالين داير، ولا
بسوستة وكمر، ولا نص ظهرها بأستك اللي هي نص الظهر بس بأستك وقدام كمر وسوستة؟ وهل بتحب بجيوب ولا بدون جيوب؟ كل واحدة تقول لي ايه رأيها، ايه اللي بتحبه في البنطلون او الجيبة عامة، او الجيبة يعني لو ما بتلبسي بنطلون، الجيبة، الجيبة بتفصلها ازاي؟ هل بتحط قدام كمر وورا استك، ولا بتحط حوالين كله كمر، ولا بتحط كله استك؟ انا عامة دلوقتي احب اقول لكم، انا دلوقتي حبيت ان البنطلون كله استك. ليه؟ بيستسهل عليا، اغيب شوية والاقي السوستة تتقطع او الجرار بتاعها يطلع، او الشنكر زمان كانت شنكر، يا الشنكر يتقطع، وانا طبعا بخرج في الشغل سريع، عايزه البس البلوزه بتاعتي والبنطلون وحجابي واجري شغلي. فكل واحده تقول لي ايه رايها، إيه اللي بتحبه. دلوقتي انا خلصت الدوس، هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد جنب البنطلون من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين، وهخيطه كله، وهخيطه ايه كله، واحدة واحدة معايا، وتقولوا لي هل أنا بعرف أوصل المعلومة بتاعت الخياطة ولا لأ. يعني الخياطة سهلة وحلوة. أنا كنت زمان بطلع الموديلات من مجلة البوردة. طبعا مجلة البوردة مجلة أجنبية صعبة جدا جدا جدا، بس بصراحة بصراحة بتطلع الموديل مظبوط خالص خالص خالص. يعني بتشوفي المقاسات بتاعتك وبتاخديها على الترجمة بتاعت الموديل. دلوقتي أنا بخيط الجناب بتاعت البنطلون، مش تحت الحجر، بخيط الجنب اليمين وخيط الجنب الشمال. بخيط الجناب الأول، أخيط الجناب واحدة واحدة، وأمشي سنة سنة. وما استعجلش بالمكنة يا بنات، واشد زي ما انا شادة كده ورا، واشد زي ما انا شادة كده ورا. ليه؟ تمشي المكنة كده مظبوطة زي المسطرة، وتخلي يدك منتظمة. لو انت مش متعودة على الانتظام، ممكن تحطي مشبك وتلزقيه بلزاق، فهمان انت لزاق بتاع البياض ده اللي هو لونه اصفر، وتحطيه في جنب البتاع دي، وهتظبط معاك وهتمشي معاك مظبوطة خالص، وهيبقى الخط مظبوط خالص خالص خالص. جربيها الطريقة دي لو لقيتيها صعبة، مرة برضو ان شاء الله هوريها لكم. دي طبعا انا كله ده بعمل جناب البنطلون. هو والله البنطلون بدل ما تقص ما بياخدش وقت. وطريقة الاستيك اللي هعملها لك برضو انتظري وشوفيها وهتقولي لي ايه رأيك فيها. بصراحة طريقة جميلة وسهلة وسلسة وحلوة خالص خالص. هو اصل البنطلون اصلا ما خدش معايا، خيطته كله من ربع ساعة لنص ساعة. يعني والله ما خد وقت، بدل ما النور شغال ما خدش وقت، والمكنة شغالة ان شاء الله بتبقى كويسة، ما بياخدش وقت. انت هتقولي سرفلت بأبيض، بصراحة انا بحط الخيط الابيض صعب جدا لما احط الخيط الاسود عشان عيني. وبعد كده اغلبيتي انا كله خياطتي بألوان. يعني انا كنت الاول اجيب خيوط للمكنة السرفلة 3 وللخياطة 1، فلقيتها تكلفة عليا، تكلفة شديدة بصراحة. فلاحظت ان هي احسن حاجة ان انا بسرفل بابيض يا بسود. بس الاسود طبعا بيتعب العينين معايا. انا بدل ما المكنة محطوطة فيها الخيط الابيض، خلاص بتكل على الله وخلصت على كده. بس يا ريت كده الفيديو ده يوصل للمقترحات، وان شاء الله اليوتيوب كده الاقيه ان كنتوا مشاهدين حلو وعاملين لايكات. فهم لو انت عملت لايكات وكتبتي كومنت حلو، والله هم هيدوا اقتراحات، يعني اقتراحات يقترحوا عليك ان ده يتفرج عليه وده يتفرج عليه، وانت تتفرجي تستفادي، بدل ما انت تودي للخياط وياخد 100 جنيه على البنطلون دلوقتي.
غير قماشته. يعني المتر ده ب100 جنيه، جايبين مترين ونص ب250. وعندك الخياطة ممكن تبقى 70، ممكن تبقى لو انت جايبة قماشة من مراح تاني بتحسب المواصلات، يعني بتبقى المواصلات على اللي, اللي بتفصل له. فأحسن حاجة انك تتعلمي، حتى يا ست تتعلمي في هدوم قديمة. يعني جيبي جلابية جوزك، جيبي أي حاجة وقصيها وخيطيها على مقاس أصغر، مش لازم مقاس كبير، مقاس بنت صغننة، مقاس نونو صغنن. يعني حاولي تعلمي في هدوم أطفال، مش هتخسري. طبعا احنا دلوقتي حطينا الحجر على الحجر. انا حطيت الحجر على الحجر من النص، ما بدأتش خيط من طرف تحت، من بداية البنطلون من تحت، لا، عشان احط الحجر على الحجر والظبط ما يطلعش معايا. لو في زيادة في ديل البنطلون ممكن تسويه. نصيحة يعني، حتى أنا أديني متعلمة الخياطة، لازم كل ما أخيط بنطلون أحط الحجر على الحجر وأخيط جنب، وأرجع أحط البنطلون وأخيط الجنب تاني. طبعا أنا خيطت الجناب وخيطت دلوقتي أهو، هتشوفي باخد الحجر التاني أهو، تلاحظي باخد الحجر التاني اهي. وبرضو اهي شوفي بقول لك ايه، بقول لك بظبط انا هنا، واديني اول باول بقص وانضف على طول، وانضف ايه على طول. انا كده واخده بالك انت، ده الحجر ده على كده التاني، ده الحجر التاني. بعد كده بمسك البنطلون، بروح اسرفله كله، هسرفل البطن كلها اللي هي اللي هتحط فيها الاستك، وهسرفل الجناب بتاعه البنطلون، وهسرفل اللي تحت الحجر كله، وهسرفل ديل البنطلون الاتنين من تحت، عشان لما اقعد على المكنه وهقفل يبقى مرة واحدة، مش هقوم واقعد، لا سرفلي كله. شوفي قلتلك ايه، هتسرفلي ايه، هتسرفلي ديل البنطلون في البطن من فوق، وهتسرفلي الجناب اليمين والشمال، وهتسرفلي اللي تحت الحجر كله، من اول ديل البنطلون لغاية ديل البنطلون التاني. وبعد كده تبدأي تركبي الاستك. انا كده ايه، انا مش بقول لكم انا متعلمة، بس برضو لازم ايه، لازم اخد من تحت الحجر، عشان احب الحجر محطوط على الحجر انا، يعني ولا سنة كده ولا سنة كده، ابقى زي جاهز، يبقى زي ايه جاهز، حاجة نظيفة. انا كده بقول لكم راح اسرفله وراجع لكم تاني. هي مش هياخد معايا وقت لان المكانتين جنب بعض. اديني سرفلته، مش شايفين، سرفلت كله ورجعت تاني. علشان ايه، علشان اركب الاستك. هعمل ايه في الاستك بقى يا بنات؟ خدي بالك هنا، الاستك هنا انا لازم هيبقى بحجم دوران الوسط اقل شبر من ناحيتين، يعني هتقيسي دوران الوسط اقل ايه شبر او 5 قراريط، خليها شبر ماشي. وروح انا دايسه على الاستك مرتين رايح جاي، امسكه ببعض من ناحيتين، اقفله داير ما يدور، رايح جاي مرتين 3. بعد كده ادي علامات 4، ادي علامات 4، اقسم الاستك الى نص في ربع، يعني مرة والتانية، وودي علامة بالطباشير شايفين ليه؟ عشان لما احط كل واحد هتساوى هتساوى الكشكشة بتاعت الاستك. يعني هروح حاطة العلامات ال4 دي، واحدة عند البطن، وواحدة عند الظهر في النص، وواحدة في خياطة الجنب، وواحدة في خياطة الجنب اليمين التانية. فاهميني انت؟ اللي فهماني تقولي فهماني، اشرح تاني؟ فهمان، انا عايزة اوصل المعلومة. الاستك هدوس عليه 4 مرات، مرة عند خياطة البطن، ومرة عند خياطة الظهر، ومرة عند خياطة الجنب اليمين، ومرة عند خياطة الشمال. ليه؟ عشان الكشكشة بتاعت الاستك تبقى متساوية، تبقى ايه متساوية. فاهمين انا بقول لك ايه؟ اهي. طبعا انا هحط هنا اهو، شايفين في النص اللي عند البطن، وهدوس عليها، بس هنزل شوية من عند ال4 سنتي ده، واحطها عند ال8 سنتي، علشان ادي تانية بسيطة. لو عايزة ما تتنيش وتخيطي على طول على السرفلة عادي، منظرها مش وحش، حلو دي من جوه وحاجة نظيفة، وحتى عشان ما تلككش معاك. عايزة تتني دي حاجة ترجع لك، كل واحدة وذوقها يعني.
اهي انا هنا بقول لك ايه التانية برضو في النص التاني. في النص التاني انا بعمل النص اللي هي البطن والظهر الاول، وبعد كده بعمل الجناب انا، وبدوس عليها مرتين تلاتة علشان ما تتفكش منك ابدا، ما تتفكش ايه منك ابدا. طريقة حلوة وسهلة ولذيذة جدا جدا جدا. يا رب يكون المعلومة واصلة لك. يلا كده اللي وصلت معايا لغاية الفيديو دلوقتي هنا، يا ريت ما تنسانيش كده في لايك حلو كده وكلمة مشجعة، وتقول لي ايه رأيها، وفي اي نوع بتحب تلبس السروال او الجيبة. هل بتحبوا بتلبسوا باستك حوالين داير، ولا نص استك، ولا بكمر كامل؟ يلا كده رد عليا كده وقولي لي ايه رأيك. ومين يقول لي ان هو بيعرف يخيط؟ ويا ريت كده اللي اتعلمت مني الخياطة تقول لي ايه اللي اتعلمته وايه اللي استفدته. ويا رب اكون عارفة اوصل المعلومة كويس. اهم حاجة انا ما عايزاش حاجة اكتر من ان انا اوصل المعلومة. دلوقتي انا خلصت الاربع جناب وبقفل البنطلون. طبعا انا بقفله بالاستيك كده هو، وهدوس تاني عليه في النص. هتشوفيني منظر روعة 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 بصراحة. جميل جدا جميل جدا خالص. روعة وجميل. عشان في نهاية الفيديو ان شاء الله هشرح تاني طريقة قص البنطلون. ان شاء الله ان شاء الله هشرح لكم نهاية الفيديو قصة البنطلون تاني، علشان الإعادة فيها إفادة. الإعادة فيها إفادة. أهو خلصنا تقفيلة الأستك. هحط تاني، طبعا أنا ظبطت الأستك كويس ووزعت الكشكشة مظبوطة، فاروح أنا دايسة تاني على الأستك في النص. لو عايزة تعملي برواز لفوق ممكن تعملي برواز، بس أنا ما حبيتش فقلت ان انا هعمل في الوسط بس. وانت بتشغله كده وبتخيطي شد في الاستك معاكي عشان الكشكشه تبقى متساويه كلها حته بعضيها، حته واحده. فهماني؟ اهي. ايه رايكم في الطريقه؟ طريقه سهله وحلوه وما خدتش وقت معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعطر لساننا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بالصلاة وعلى الرسول محمد خاتم الأنبياء. يا ريت كده كلنا مع بعض نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا هنا بوريكم إن الكشكشة مظبوطة وحلوة. هنمسك البنطلون من تحت، بس أنا طبعا هنا جريت الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكي متضايقيش. وهي التانية سهلة، بدل ما انتي سرفلتي باخد سنتي واحد سنتي بس. انا قلت لك لو عايزة تحطي مشبك تحطي اي حاجة في جنب دواسة المكنة ممكن، بس عشان الحمد لله الحمد لله يدي انا متعودة فاهي سنتي واحد بس. عايزة تتنيها تانيتين اتنيها، عايزة تخليها على السرفة لو تانية واحدة بس ماشي. انا نصيحتي ان انا بخليها على السرفلة واحدة واحدة علشان ان الوسع تحت اكتر من فوق، فلو انت زودتي او كبرتي هتعمل معاكي كسر. فنصحك ان كفاية بس تانية واحدة فردانية. انا كده تنيت رجل، هتني الرجل التانية. اتقطع معايا الخيط فانا حبيت اعملها قدامكم برضو، بس برضو بسرعة يعني. بس يا رب ما تتضايقوش من السرعة دي، انا مش عايزة اخلي لكم الفيديو يبقى طويل علشان ما تتضايقوش. كده احنا البنطلون الحمد لله في نهايته خالص وخلصناه والحمد لله. طبعا بعد كده انا باخده واكويه عشان اسلمه مكوي لصاحبته، اسلمه مكوي صاحبته. انا طبعا كويته زي الجيبه في الجناب، مش ما عملتلوش سيف لان هي عايزاه جيبه كده. انا هنا والحمد لله كده رايحين نعمل قعدنا على الترابيزه نشرحوه ان منظره ازاي. ايه رايكم؟ يا رب يكون عند حسن ظنكم، وما تبخلوش عليا باللايكات يا بنات. ولو في حاجة يعني تعرفوها، أنا أحب المعلومات، يا ريت تكتبها لي. أحب المعلومات جدا. شايفين البنطلون؟ إيه رأيكم؟ قولي لي إيه رأيك كده. إيه رأيك؟
طبعا انا قلت لكم الترابيزه دي عاملاها انا للاكل، بس طبعا حبيت اقص عليها او اخيط عليها ليه، بيبقى راحه اكتر من الشوفونيره اللي انا قصيت عليها البدله بتاعتي. فقلت كده راح. شايفين المنظر والجمال اهي، ايه رايكم؟ اهم حاجة طبعا انا هشرح تاني، اقول لكم الطول الكلي مثلا 115 او متر وربع، عشان انا جايباها مترين ونص. دوران اكبر حجم اللي هي 120، هاخد الدوران على 4 هيديني 30. هيديني ايه؟ 30. عمق الحجر هيبقى ربع الارداف على 5 هيساوي كام؟ 6 في 2. يعني هاخد الربع اللي هي الربع الايه الارداف الهانش، يعني اللي هي كام؟ الربع بتاعها اللي هي هناخد ربع الارداف اللي هي اللي هي 30 على 5 ادتنا كام؟ 6 في 2 هتدينا كام؟ هتدينا 12. هتدينا ايه؟ 12 اللي هو الوسع اللي بعد الحجر. يعني انت بتعملي من فوق لتحت اللي هو ايه الحجر خام، هتعملي من عند البطن لغاية تحت 30 او 35. 30 انا عملت ايه 30 35. ماشي. التانية بعد كده بتعملي اللي هي المربع زي ما بقولك انا اهي، بدأت اشرحها لك، اللي هي الطول الكلي 115 او متر وربع، ودوران اكبر حجم 120 على 4 هيديني 30. هيديني 30. بعد كده هعمل المربع اللي هي كام؟ 30 اللي هي العرض من بطن لتحت 30 او 35 أو زائد كام؟ 3 زائد ايه؟ 3 زائد ايه؟ 3 هيساوي كام؟ هيساوي 33. هيساوي كام؟ 33 زائد 12 اللي طلعناها اللي هي 6 في 2 اللي هي ضربناها 6 في 2 هيديكي الحجم كله اللي هي هيديكي 45 زائد 12 هيدينا 57. 57 طبعا. والخط اللي في الجنب ده اللي هو الوسع، طبعا انا عملت دي كام؟ 12 سنتي. حجم البنطلون من تحت، في وسع البنطلون من تحت هيبقى وسع اللي هو الحتة اللي هي عند اللي هي 33 زائد 12 اداك 45 زائد 12 الأولانية زائد 12 التانية اللي هي 12 دي وال12 ورا، فادانا الوسع ده. وهننزل بالطول كله لتحت، هننزل بالطول كله. بس ما تنسلوش كده باللايك. واحب اقول لكم يا رب اكون فدتكم واستودعتكم عند الله لا يضيع الودائع. السلام عليكم.